السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تنتشر الأيام هذه حملة ممنهجة وتشويه متعمد للإخوة الفلسطينيين، يؤتى بأسوأ أنواع الفلسطينيين مثل الدروز لما ذهبوا يعزون شارون، ومثل حزب اليساري الماركسي الذين أحرقوا العالم السعودي، ثم يقال هؤلاء هم الفلسطينيين. ويؤتى بأفضل أنواع اليهود ويقال هؤلاء هم اليهود. يعني يؤتى بأسوأ أنواع الفلسطينيين وأفضل أنواع اليهود، ثم يقال هؤلاء هم اليهود وهؤلاء هم الفلسطينيين. وش الهدف من المقاطع هذه في الوقت هذا؟ الهدف منه هو التطبيع. أعلنت الولايات المتحدة أن القدس هي عاصمة الكيان الصهيوني، ثم يؤتى بهذه المقاطع دعوة لتطبيعه، وبعض ربعنا يرسل ويصور ويسب ويشتم ولا يعي المرحلة اللي قاعدين نعيشها. وين مقاطع اليهود في ذبح الأطفال وكبار السن؟ وين مقاطع أطفال الحجارة المناضلين؟ ذهبت كل هذه الصور عن الساحة، وأتت بصور تلطف اليهود وتقبح الفلسطينيين. يا جماعة الوضع والله ما هو سهل. يعني اعتراف الولايات المتحدة بأن القدس هي عاصمة الكيان الصهيوني يعني أن القدس والمسجد الأقصى ملك اليهود ولا حق للمسلمين فيه. أوصي نفسي وإياكم بعدم الانجراف وراء هذه الحملات الصهيونية. الإنسان يكون واعي ومدرك للي يقوله ويرسله. نحن الآن بحاجة للوحدة أكثر من وقت سابق. الله بالدعاء. نسأل الله عز وجل أن يطهر القدس الشريف من دنس اليهود والنصارى.